بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعا مرة أخرى مع درس جديد. قبل ما نبدأ الدرس أتمنى اللي لسه ما اشتركوا في القناة لو إنهم يشتركوا في القناة يسووا سبسكرايب ويعملوا لايك للفيديو ويفعلوا زر الجرس وكومنت كمان. إذا أحد عنده أي رأي يعني يعطينا في الدروس من حيث تقديم الدروس، وكذلك يعني يشارك يسوي شير كمان. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الدرس الثامن وهو عن أسماء الفواكه باللغة السندية. الفواكه باللغة السندية. الفواكه نقول له بالسندية نقول فروت. فروت بمعنى الفواكه. فروت بمعنى الفواكه. طيب، في الفواكه عندنا أولا صوفو، مع أنه نحن في السند عندنا في الفواكه أولا المانجو، لأنه هنا يصير المانجو ما شاء الله بكثرة، يكون بكثرة يزرعونه، لكن في الدرس جبنا التفاح في البداية. التفاح نقول له صوفو. صوفو بمعنى التفاح. صوفو بمعنى التفاح. كيلو. كيلو بمعنى الموز. طيب نصغر شوية عشان يظهر الفاكهة كمان تظهر. طيب، كيلو بمعنى الموز. كيلو بمعنى الموز. نارنجي. نارنجي بمعنى البرتقال. نارنجي بمعنى البرتقال. أنجور. أنجور بمعنى العنب. أنجور بمعنى العنب. أنب بمعنى المانجو. أنب بمعنى المانجو. وأرض السند وبلاد السند في الحقيقة يعني تعتبر أرض المانجو، لأنه يزرع فيها بكثرة وبأنواع مختلفة كثيرة. إن شاء الله يوم من الأيام نتطرق لأنواع المانجو اللي يزرع في السند، أنواع جميلة جدا. فالمانجو نقول له أمب. أمرود بمعنى الجوافة. أمرود. أمرود بمعنى الجوافة. دارهو. دارهو بمعنى الرمان. دارهو بمعنى الرمان. زيتون. زيتون بمعنى الإجاص. زردالو. زردالو المشمش. زردالو. استرابيري بمعنى الفراولة. هذه الفراولة ما لها اسم عندنا، ما أدري إيش، لكن الكل أشوفهم يقولوا استرابيري. استرابيري نفسه الاسم الإنجليزي، الكلمة إنجليزية استرابيري بمعنى الفراولة. باكستان يعني تنطق كلمات كثيرة إنجليزية. توت بمعنى هو نفسه التوت بالعربي كمان، وبالسندي كمان نقول له توت. توت بمعنى نفسه هو التوت. أنجير. أنجير بمعنى التين. أنجير بمعنى التين. ليمو هو نفسه الليمون، الحروف هي نفسها لكن النطق يختلف شوية، نقول ليمو. ليمو.
بمعنى الليمون. آڑو آڑو بمعنى الخوخ. أناناس، والكلمة نفسها بالعربية أيضا الأناناس تنطق بالسندية نفسها. في كثير من الكلمات يعني هي نفسها حتى في السندية نفس العربية. إن شاء الله يوم من الأيام سنتطرق لهذا الدرس، نجيب كلمات المترادفة، يعني نفس الكلمات هي نفسها بالعربية وهي نفسها بالسندية كمان. أناناس بمعنى الأناناس. كاركة بمعنى التمر. كاركة بمعنى التمر. تشيري بمعنى الكرز، وهي كلمة إنجليزية أيضا أظن. تشيري هي نفسها تنطق بالسندية كمان. تشيري بمعنى الكرز. قدرو أو سردو كلمتين يعني زي بعض للشمام. قدرو سردو الشمام. ناريل بمعنى جوز الهند. ناريل. هندانو بمعنى البطيخ أو الحبحب. هندانو بمعنى البطيخ أو الحبحب. فهذه كانت مجموع بعض الفواكه اللي كانت في درسنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في درس قادم. وإلى ذلك الحين استودعكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.